تقديم بطاقة رسمية. انطلاقة ناجحة نتمنى أن يتحقق مشاركة قياسية الفات مشاركة قياسية بهذا العرس الرياضي المتميز. عمالة كيف سليم الذي مد يده لبعض الكاتبين وأفرشت الأرض بالورود باستقبال كل هؤلاء الأبطال من هواة الجري هواة المتعة. هنيئا لجمعية أصدقاء الخير الحسني، هنيئا للمدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة، هنيئا لعمالة مقاطعة الخير الحسني ومقاطعة الخير الحسني لهذا التحمل. كذلك المشاركة ديال مجموعة الأمن الوطني كذلك في انتظار وصول متسابقين عبد الشرقاوي الأكثر تتويجا الماضي عادل والتئام رتبة التقنية للجيش الملكي، وكذلك الزفتي عبد الكريم من الجيش الملكي، وقمخة من الجيش الملكي، حيطان من الجيش الملكي، المنتخب العسكري حاضر بقوة في هذا السباق. منظم سباق 10 كيلومتر الدولي للدار البيضاء في الدوره ديالو 13 اللي عرف هذه السنه نجاح كبير من ناحيه عدد المشاركين اللي كانوا 3000 مشارك، واللي عرفت يعني تاع المحترفين والهواة وكذلك الجامعيين والطلبه والشركات على الصعيد الوطني. وهذا شيء مهم، هذا السباق الوحيد على الصعيد الوطني تعرف عدد كبير الشركات اللي تشارك، وهذا يعني دليل تاع الثقه تاع الشركات في هذا السباق. وان شاء الله تنضربوا الموعد السنه القادمه، يعني ان شاء الله الدوره 14 تكون الاحد الثالث سنه 2025. وهنا وجبنا الشكر للسيده عامل صاحب جلاله على مقاطعه الحي الحسني، وكذلك رجال الامن اللي خدموا واحد العمل كبير في 24 ساعه الاخيره، وحوالي 180 يعني منظم اللي كان في هذا السباق، وكذلك القوات المساعده والوقايه المدنيه والناس الصحه والمصالح الخارجيه اللي عملوا باش هذا السباق ينجح. وتنضربوا الموعد السنه القادمه وشكرا. محمد من مدينة مكناس، متوج ب 10 كيلومترات دار البيضاء الفائز. الحمد لله انا فرحان بالفوز هذا، فوز اللي كان صعيب نوعا ما لانك تمر هذه السيمانه هذه، يعني بقيت غير مع الكوكبه حتى الكيلومتر الاخير، والحمد لله استطعت اني نفوز. كنبغي نهدي هذا الفوز هذا للمدرب ديالي، الوالدين، العائله. كنبغي نشكر الناس ديال دار البيضاء على التنظيم الرائع صراحه، والمطاف اللي نوعا ما جيد، وشكرا. فاطمه اعفير من نادي وداد تيفلت.
لمدينة قنيفرة. أنا اليوم الحمد لله حققت الرتبة الأولى وكذلك رقم قياسي جديد في 10 كيلومترات، والحمد لله هذا كيرجع الفضل للأستاذ الكريم عماد أسبادي، شكرا ليه بزاف وشكرا للأم ديالي. معكم عداء إلهام بطل من جمعية النهضة الشعبية. بالنسبة لهذا السباق دات ظروف جميلة جدا ومشمشة. كانت بالنسبة لي اتخذت هذا السباق كسباق 5 كيلومترات باش نجيب السرعة، لان شويه مازال الله لعبت السوميد ما غاكاش، مازال كنحس بالسباق شويه ثقيله في لو ريتم. لعبت اليوم 5 كيلومتر وكانت جيده الحمد لله، وكنشكر المنظمين السباق والسلطه المحليه وكنشكر الجميع. بسم الله. صابر محمد، سنه 1951، موظف الجماعه الحضاريه انفا، وكنت في الجيش سابقا، وديما كنشارك في الماراثون ديال حي الحسن، وكيدوز مزيان دائما هذا الماراثون 10 كيلومتر، وكنشجعوا الشباب باش يتعاطوا الرياضه، وكنشكروا الصحافه اللي كيشجعونا دائما، كيجيو يديروا معنا استجواب، وكنشكر رجال الامن والوقايه المدنيه والقوى المساعده والمسؤولين اللي جميع الصحافه، وكنتمنى الشباب باش يتعاطوا يشوفونا حنا قدوه. حنا اللي فيتيرو، حنا دابا 73 عام انا عندي دابا، ودائما كنشارك في مراكش راكم شفتونا والحمد لله. والله ينصر جلاله الملك محمد السادس، والله بلادنا راه غادي تكون، نتمنوا نديو كاس افريقيا، ونتمنوا للفريق الوطني السعاده والصحافه وجميع المسؤولين الصحافه الطيبين. في البدايه بغيت نشكر ونهني المنظمين ديال هذا السباق اللي عنده اهميه يعني نفسيه وجسميه اكثر مما هي يعني ديال مسابقه من اجل شيء ما. فالدار البيضاء في حاجه ماسه الى مثل هذه اللقاءات من نوع رياضي ومن نوع ثقافي، والحمد لله خدات يعني هذه الانطلاقه، ما دمنا ان في يعني انطلاقه او في وصول واحد السباق. الدوره هذه كيفاش جات كدوره؟ يعني انا حضرت دوره قديمه وحضرت اللقاء الماراثون ديال الدار البيضاء السابق ديال درت فيه حتى هو غير 10 كيلومتر. الحمد لله التنظيم غادي وكيرتفع وكيتزيان وكذا، وكانت الامان، وكان يعني واحد المشاركه ديال الجميع، ما كاينش الكبير والصغير ولا الراجل، كل شيء في يعني متلاحم وواحد الجو نشيط. وهذا هو الغرض من هذا الشيء كله. اللي كيبقى الانسان هو واحد التذكار ديال واحد الوقت معين دوزناه صحي، وفي نفس الوقت يعني في المورال الانسان كينشط ويبتسم. وتبارك الله عليكم انتم على المواكبه ديالكم. مراد وعدود من هواة ديال سباقات الجري على الطريق. شفيق الحسيني، تمكنا شفيق الحسيني نشاركوا في هذا السباق هذا اللي من ابن تنظيم مدينة بركان السي هشام المضرومي، ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا كيتعتبر من احسن السباقات على الصعيد والشكر الوطني، وهذا كيشرفنا بزاف لكل من من ناحيه الماء في الطريق، جو رائع، المطار رائع، محمد الشراد، يعني حنا كنشكروا السلطات الخاصه، والشراد الآخر وعزيز المسخنين اللي دخلوا في نجاح العرس الرياضي شاكير بلادنا، وشي كيشرفنا بزاف. انا كنشارك على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي، وانا اليوم وليت كنشوف على هذه المشاركه هذه، يعني كتلقى قمه ديال هذا الاورغانيزاسيون ديال السباقات على الصعيد العالمي. الحمد لله ما كاينش اختلال، ما حسناش بالعكس، هذا كيشرفنا. الحمد لله الناس كلهم فرحانين، كلهم عايشين فرحانين. كنشكروا جميع المتدربين.